اللي قدامك ده صديقي مائدة قرابين لشخص من الدولة القديمة، تمام كده. مائدة القرابين ده اللي جت بعد اللوحة الجنائزية، واللي جه بعدها الباب الوهمي، اللي كانت مهمتها تقديم القرابين من أهل المتوفى للكا اللي هي الظل، تمام، أو الباء، تمام كده. هحكي لك عنها لأن احنا في أماكن موجودين فيها شغل. هنتكلم عن الكا والباء. ده مائدة القرابين الأول، وده اللي كانت تقدم القرابين من أهل المتوفى للكا اللي هي الظل أو الروح. ده دولة قديمة. هحاول إن أنا أنزل لك كل أشكال مائدة القرابين اللي موجودة، سواء في فيديو واحد. هنزلها لك في فيديو واحد، هحاول إن أنا أنزلها لك كلها في فيديو واحد، أو أجزأها لك على كذا فيديو بحيث تبقى متعارف على كل الأشكال الموجودة. ده داخل غرفة، ده داخل المقبرة وليس خارجها، عشان برضو الناس اللي بتطلع تقول لك أصلا أنا لقيت لوحة ولقيتها بره وفي الطينة وأنا بنعمل مش عارف إيه، والشيخ قال لي والبتنجان علي ومش عارف إيه. كل ده نصبايا. ده بتبقى جوه المقبرة، ويعني لازم تبقى دخلت المقبرة من الداخل وتلاقي سراديب وممرات، أو هي قبل السراديب والممرات. فما تقولش تنزل في طينة وتنزل مش عارف فين وتلاقي شاف وطوب وعظم ويقولوا لك أصلا، ويحط لك حتة زي ديت وتيجي تجر رجل الناس. فكفاية عشان بيوت الناس اتخربت. ده بتبقى داخل المقبرة وليس خارجها. أنا ما تلاقيهاش في طينة ولا تلاقيها في أي حاجة. أنا أحمد سفاري، وبصفحة زي الإشارات ما بتقول.